محشي الكرنب المصري التقليدي. الطبق هذا مو بس طبخ، هذا إرث مصري بنسويه في مطابخنا. أول شيء خلونا نتكلم عن الحشوة. راح نحتاج كوبين رز مصري مغسول ومصفى، حبتين طماطم كبار مبشورين، بصلة كبيرة مفرومة ناعم، نص كوب بقدونس مفروم، ربع كوب شبت مفروم، ربع كوب كزبرة مفرومة، ملعقتين كبار معجون طماطم، ربع كوب زيت نباتي أو زيت ذرة، ملح وفلفل أسود حسب الرغبة، ملعقة صغيرة نعناع ناشف اختياري، وملعقة صغيرة كمون. نيجي للكرنب. جابوا كرنبة متوسطة الحجم، شيلوا القلب منها بحرص، وانزعوا الأوراق الكبيرة برفق. حطوا ماء يغلي مع رشة ملح، واسلقوا الأوراق لمدة دقيقتين أو 3 دقائق لين تصير طرية. صفوا الكرنب واتركوه يبرد. بعدين قصوا الأوراق على شكل مستطيلات بحجم كف اليد تقريباً.